السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا على قناة ميديانات. اليوم أردت أن أشارككم في موضوع مختلف قليلا. وجدت هذا الموضوع في موقع ملوك السوفت. شكرا لكم، شكرا لهم على هذا الموقع. هو مكتوب باللغة المصرية، لكن أحاول أن أقرأه باللغة العربية. هذا الموضوع هو في شكل سؤال: كيف أكون فني في السوفت ناجح؟ هذه هي المراحل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يجب أن يكون لديك إنترنت. يجب أن تكون لك إنترنت بسرعة جيدة. ستقول لي مثلا مشاكل في الإنترنت. أقول لك دعم نفسك باليو اس بي مودام، يعني الكلي 3 جي، وخليها للطوارئ. ثانيا تصفح المواقع المتميزة الخاصة بالمجال. أعرف لأن الفنانين ليس لديهم وقت، لكن حاول. واستثمر وقت فراغك في البحث في جميع المنتديات الأجنبية منها والعربية أيضا. هناك كثير من المواضيع مفيدة جدا. وأبحث عن المشاكل الجديدة وحلولها. ليس بشرط أن يكون لك هاتف فيه عطب. ابحث ابحث وأقرأ جميع المواضيع. وأيضا أقرأ كثير من التجارب الذي مر بها أصحابك من أصحاب هذه التجربة، لأنه سوف يأتيك نص العطب. ثالثا احترافية طريقة البحث على جوجل. هذا محرك بحث. يجب أن تعرف كيف تبحث. على هناك رموز للبحث. مثلا هناك بحث باللغة العربية وهناك بحث باللغة الإنجليزية. في بعض الأحيان تحتاج إلى اللغة العربية، وفي بعض الأحيان الأخرى تحتاج إلى اللغة الإنجليزية. هنا مثلا بالعربية. هنا مثال: أنا أريد فلاشة سامسونج اس 3. نكتبها بالعربي هكذا: فلاشة سامسونج اس 3. عندما نكتبه باللغة الإنجليزية نكتبها هكذا: إي 9300 فلاش فايل. أظن هكذا مفهوم. رابعا الجهاز الكمبيوتر. يجب أن يكون لديك جهاز كمبيوتر مرتب نظرا لحجم معناها جميع الفلاشات في الوقت الحالي. مثلا نعمل قسم الفلاشات الخاصة بالصينية، السامسونج، السوني، الايفون، الى اخره. والترتيب مطلوبا جدا جدا اخوتي. خامسا يجب ان تكون لك علاقات مع اصدقائك في نفس المجال، وليس من اجل مصلحتك، لمصلحة الجميع. شاركهم بالمواضيع. عندما يحتاجون الى شيء ساعدهم، سوف يوم ما تحتاجهم اكيد. واربح اصدقائك، لا تخسرهم. سادسا خلي هذه الآية فوق رأسك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وفوق كل ذي علم عليم. وأيضا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. سابعا إخوتي البوكسات. هتجرب كراكات، لكن يجب أن يكون لديك بوكسات. ستقول لي البوكس غالي. البوكس يا أخي خلص نفسه بنفسه. مثلا الزترو اكس فهو بوكس مميز جدا. هناك أيضا الأنسيكا، فهذه بوكسات. وأيضا بيست انفينيتي تساعدك على تفليش النوكيا. الأنسيكا هي تقريبا يشغل جميع الأنسيكا. هناك تعمل للأمتيكا، المعالجات أمتيكا، وهناك للكوالكوم. هناك كثير من البوكسوات المميزة، ويلزم تشتريها. أظن اكتمل الموضوع. أتمنى أن يعجبكم هذا الموضوع، فهو موضوع مميز جدا، وخاصة مميز للفنيين. فهو هذه أدوات العمل. بدون هذه الأدوات لن تستطيع أن تصبح فني مميز وناجح. وهذه حسب التجربة. أتمنى يعجبكم هذا الفيديو إخوتي، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة.
وفي شرح جديد إن شاء الله.